راعي القرآن تعالى صيحات الميدان من أجلك ينتفض. بسم الله الرحمن الرحيم. بنقول العدوية الحمد لله على السلامة. احنا كده كنا جبناك معانا في عربيتنا احنا كمان. وحضرتك يعني مع الاول استاذ عباس 9 كيلو هم اللي عايزين يتضمن مش ال 30 كيلو. النقطة الثانية عايز تاخد ان احنا نعمل 3 ميادين وتشال السواتر اللي في السكة دي اتعمل 3 ميادين زي الميادين اللي موجودة عندنا داخل السويس مثلا في المنطقة بتاعت الصباح، بحيث ان العربيات هتبقى جاية خلاص عرفت دي مدخل مدينة. الميادين هتخليه ما يبقاش داخل بسرعته بحيث ان هيبقى فيه يعني الصواني هيبدا يلف عشان يكمل بيت الطريق. 3 ميادين دول او 3 صواني دول هيخليه غصب عنه يحد سرعته، مش هتوصل سرعته 40 50 60 كيلو لو حد اقصى. زي ما قلنا هنعمل اشارات مروريه في هذه المنطقه بما تنبط صناعيه اللي هي عيون القطب وكلام من ده، هتخليه غصب عنه يتعرف ان ده مدخل مدينه. هيبقى السرعه بسيطه، الناس تقدر تروح وتيجي عاديه جدا، والساكن اللي هو الخرساني العادي اللي احنا عاملينه دوت من اول ال 9 كيلو دول من اول سكه لغايه الطريق الادويه يتشال كله، وتبقى في حريه حركه في الخروج والدخول من هذه المدن للمنطقه اللي هي السويس القديمه، وتبقى الامور ميسره كلها. ده كل الموضوع مش اكتر من كده، وليس 30 كيلو ولا حاجه، لا هي ال 9 كيلو بس. شكرا. بعد اذنك برضه علق على طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. سعد خليفة السويس. وحضرتك احنا بالنسبة للسويس قبل ازال التنمية العمرانية فيها كان السكة حديد كانت داخل البلد، ولكن بعد حوادث خطيرة اثناء السكة حديد اصبحت خارج البلد وبتخش على طريق السخنة من قبل ما نوصل السويس بحوالي 10-12 كيلو. وهذا الطريق هو طريق سريع اللي هو طريق القاهرة السويس السريع، بيوصل نهايته إلى طريق السويس الأدبية، وأصبح على جانبي الطريق مدن عمرانية كثيرة جدا. هذه المدن حاليا فيها ما يقرب من 75-80 ألف مواطن، ويعني الخطة المستقبلية لها أنها تستوعب أكثر من 200-300 ألف مواطن. وأصبح هذه المدن العمرانية الجديدة علشان توصل لمناطق أعمالها ومناطق أكلها وشربها بتعبر هذا الطريق السريع. فكل يوم في حوادث كثيرة جدا، يعني مش الواحد والاثنين، لا ده بالعربية الميكروباص ممكن تقلب اللي فيها ممكن 5-6 كيلو بالدول بيموتوا. وأصبح حوادث شديدة جدا وكثيرة جدا في هذه المنطقة. ولذلك أنا اقترح حضرتك إن هذا الطريق من أول السكة الحديد لغاية طريق السويس الأدبية زي ما الخريطة قدام حضرتك في شريحة يتعمل 3 ميادين، بحيث إن كده ما يبقاش طريق بس خلاص ده يعتبر دخل، يعني يعتبر أصبح في حيز مدينة، وأصبح في مدن على يمينه ومدن على شماله، وما يصحش عربيته تبقى جاية بالسرعة بتاعتها اللي هي جاية بالطريق السريع ب 100 كيلو و90 كيلو و120 كيلو وتخش على هذا الوضع وهذه المدن. فأنا بقترح إن من بعد السكة الحديد لغاية الطريق الأدبية يتعمل 3 ميادين. هذه الميادين هتخلي السرعات تخف، تعمل ميادين وتعمل مطبات صناعية وتعمل إشارات سكة حديد، إشارات مرور. هذا الوضع هيخلي العربيات يعني بالضرورة عرض مدير مدخل مدينة يبدأ يخش يهدي. وأنا قدمت هذا لحضرتك المقترح للسيد وزير النقل، وكتبت له مذكرة، وهذه المذكرة أرسلها لطرق الكباري، وطرق الكباري بعتتها للفرع في السويس، ولكن للأسف لم يتحركوا حتى يوم الخميس الماضي. كان أحد المهندسين التابعين المقلين اللي احنا جايبينهم معامل هو الخريطة ديت هذا كان معاهم، ولم يتحركوا حتى الخميس الماضي، رغم ان الوزير قال لي أنا موافق على هذا الكلام وأنا ممكن أعمله، لكن ليست هناك أي حركة على هذا الموضوع. فأنا بأمل إن احنا الطريق ده حضرتك نخططه ب3 ميادين ويتحط فيه نقط إشارية مرورية ويتعمل فيه مطبات صناعية بحيث إنه يبقى مدخل مدينة وليس طريق سريع، علشان تبقى فيه السرعات ما تزيدش عن 50-60 كيلو في الساعة. شكرا يا ريس. أنا اقتراحي هو غير اقتراح حضرتك، أنا بقول أدخل الطريق الوقتي لأن هو عايز يطور الطريق السريع. اقتراحي هو واحد يعني هو موافق لا هو عليه يبقى طريق لا هو مصر هيتأخر كردون مدينة هيتأخر، ده يتخطط دلوقتي وبعدين نعمله كردون مدينة بعد كده. أنا عايز أقول محمد بيه حضرتك إيه؟
دلوقتي هو خاص بمدخل السيسي. تمام. نحن هنكتب رئيس الوزراء الاثنين. ماشي. تعالى التخطيط سريع ممكن يتعمل بسرعه. التخطيط برضه وتخلوا جوه ماشي ويشاء رئيس الوزراء وذلك حفاظا على ارواح المواطنين. وتقول يعني في النهايه يعني هو اعاده تخطيط المنطقه. ماشي. مدخل المحافظ اعاده تخطيط منطقه مدخل المحافظ الناحيه القاهره. حفاظا على ارواح المواطنين التي تظهر يوميا والتي يلزم تفاديها بتنفيذ هذا الاقتراح مع ادخال هذه المنطقه ضمن كردون محافظه مدينه السويس ويوجه الى رئيس مجلس الوزراء وتوحيد بعض المقدمين لجملين فلان. شكرا رئيس. ماشي يا سيدي. طبعا رغبه مقدم من الزميل الفاضل الاستاذ محمد علي بشأن كباري جديده بدأ